اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وسعدنا ان نلتقي مع الكابتن سعود العون مدير منتخب الكويت للكره الشاطئيه. برحب بك معنا كابتن سعود. مرحب فيك يا استاذ خالد، ورحب فيك ورحب في اهلا قناتك بحضرتك. الموقرة. كابتن سعود العون طبعا هيبدي انطباعه عن تواجد منتخب الكره الشاطئيه الكويتي لملاقاه المنتخب المصري هنا في هذه المباريات الدوليه الوديه، والتي بالفعل احتسبت وديه كما اكد الكلام ده طبعا الكابتن عزيز امان الحكم الدولي الذي يدير هذه المباريات. اولا انطباعك عن المباريات امام منتخب مصر للكره الشاطئيه استعدادا لكاس العالم مارس القادم ان شاء الله اللي سيقام في الامارات. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، حابين نشكرك استاذ خالد على هذا اللقاء. الحقيقه اليوم احنا نتكلم عن معسكر قمناه في دوله مصر العربيه الشقيقه. امانه منتخب مصر منتخب كبير، اسم كبير، له باع طويل في الشاطئيه. لذلك احنا قررنا اقامه المعسكر في جمهوريه مصر العربيه ونستفيد من تجارب المنتخب المصري، وطبعا لعب كاس عالم، منتخب كبير له نتائج كبيره مع منتخبات كبيره. لذلك يعني احنا جايين نستفيد من المنتخب المصري، واحنا منتخب جديد. احنا كنا السنه اللي فاتت ايضا في جمهوريه مصر العربيه. غيرنا 6 لاعبين، كان معدل الاعمار كبير جدا، نزلنا معدل الاعمار الى تحت 23 سنه. جايين نستفيد، وبنفس الوقت احنا قاعدين مع اشقائنا واخواننا. امانه لعبنا مباريات جميله. النتيجه ما تهم، هي في النهايه مباريات وديه. المكسب الحقيقي هو طبعا اخواننا وشوفتهم، وايضا الاحتكاك اللي محتاجينه اللاعبين الصغار. بالظبط. معاكم طبعا الكابتن احمد عبد الرازق المدير الفني المصري، هو مدير الفني لفريق المنتخب الكويتي. واكيد في جهد كبير بيبذل من جانب كابتن احمد طبعا عشان يكون المنتخب الكويتي في صوره لائقه باسم الكويت الكبير في عالم الساحره والمصاريره. نعم، طبعا كابتن احمد عبد الرازق غني عن التعريف، هو موجود حاليا. انا اعتقد هو له دور كبير في تطور المنتخب المصري طبعا، وايضا هو طبعا نعم هو كان سابقا في المنتخب المصري. لذلك احنا قيمنا النتائج وقيمنا الاداء وقيمنا الاداء الفني اللي يقدمه حق المنتخب المصري. لذلك احنا استعنا في خبراته. الكابتن احمد امانه اضاف الكثير للكره الشاطئيه في الكويت. احنا نقدر نقول اسسها من جد وجديد، بنى جيل جديد. اليوم هو اخذ ريسك كبير لما ينزل معدل الاعمار من لاعبين خبره الى لاعبين تحت 23 سنه. انت شايف لاعبين اليوم كلهم تحت 22 23 سنه. هذا امر وخطوه كبيره جميله، عنده هدف كبير. يبي ياسس قاعده لمده 15 سنوات. اللاعب اللي عمره 20 سنه ممكن يعطيك الى حد 30 و 35 سنه. الكابتن احمد اليوم له دور كبير ايضا في العامل النفسي. اليوم لما تجيب مدرب له لغه عربيه تختلف عن المدرب الاجنبي. بالضبط، هو وصل رسالته بشكل كبير. واحنا دائما نسميه الكابتن احمد مو فقط مدرب فني، هو مدرب فني ومدير اداري وكثير من الادوار يقوم فيها. انا اسميه المخلص، وانا اقول الله يهني مصر فيه ويهنينا فيه. احنا بنشكر الكابتن سعود العون مدير منتخب الكويت للكره الشاطئيه، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في المراحل القادمه للبطوله الغاليه جدا، اكيد كاس العالم باذن الله تعالى الشاطئي في الامارات في مارس باذن الله. كل الشكر لك استاذ خالد، اتمنى لك التوفيق. شكرا يا سعود. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، كان هذا اللقاء مع الكابتن سعود العون مدير منتخب الكويت للكره الشاطئيه. لكم تحياتي خالد عبد الشفيع.